لو انت في أمريكا وزهقت من الشغل غير المستقر، الورديات في أمازون، الشيفتات الطويلة في المحلات، أو الوقوف في البنزين، الفيديو ده ليك. في 3 مجالات سهلة تذاكرها وتاخد فيها شهادة قصيرة، وبعدها تقدر تسيب الشغل الكاجوال وتدخل وظيفة ثابتة بأجر كويس مع فرصة إنك تترقي. في الفيديو ده هنقول لك كل حاجة: إيه المجال، مدة الدراسة، التكلفة التقريبية، والعائد المتوقع. في الأول أنت ممكن تسأل نفسك، ليه تدرس شهادة قصيرة بدل ما تفضل في الشغل الكاجوال؟ ضمنتان: الشغل الثابت غالبا معاه مرتب ثابت، تأمين صحي، وإجازات لو اشتغلت لدى مكتب منظم. الشهادة القصيرة بتفتح لك أبواب ترقية أو تخصص بعد كده، بدل ما تفضل مشتت بين ورديات متغيرة ومجال شغل بيتغير كل فترة على حسب مزاج صاحب العمل. يبقى عندك مسار واضح ومستقبل مهني مستقر. المجال الأول: مساعد تمريض معتمد CNA، مساعد رعاية منزلية HHA. ليه تختاره؟ مدخل سريع لعالم الرعاية الصحية، الطلب مستمر خصوصا في المستشفيات ودور الرعاية. مدة الدراسة عادة من 4 أسابيع لحد 3 شهور حسب البرنامج. التكلفة التقريبية من $500 لحد $3000، وفي أماكن بتقدم منح أو برامج دعم بتخليها أرخص أو حتى مجانا. العائد المتوقع ممكن تبدأ تاخد $12 لحد $20 في الساعة، يعني سنويا تقريبا من $25,000 لحد $45,000 لو شغال دوام كامل. فرص التقدم: مع شوية خبرة تقدر تكمل ل LPN أو RN بدورات أقصر، ودخلك يزيد جامد لو كملت. قبل ما نكمل خلينا نوقف لحظة نشكر فيها الناس المتفاعلة معانا. شكرا جدا لكل الناس اللي بتعمل لايك وبتكتب كومنت وعملت سبسكرايب. تفاعلكم هو اللي بيخلينا نجيب موضوعات مفيدة زي دي. المجال التاني: فني تكييف وتبريد HVAC Technician. ليه تختاره؟ شغل تقني مطلوب جدا، وفي apprenticeships بتدفع لك وانت بتتدرب. مدة الدراسة من 6 شهور لحد 3 سنين لو هتمشي في apprenticeship. في برامج بوت كامب سريعة حوالي 6 شهور بتهيئك للمهمات الأساسية. التكلفة التقريبية من حوالي $1000 لحد $10,000، لكن كتير من الابرنتسشيبس بتدفع مرتب للتدريب وبالتالي التكلفة الفعلية بسيطة. العائد المتوقع: المبتدئين ممكن ياخدوا $15 لحد $30 في الساعة، يعني سنويا تقريبا $35,000 لحد $60,000. الفني المتمكن أو صاحب شركة ممكن يوصل دخله $50,000 لحد $80,000 أو أكتر. فرص التقدم: ممكن تبقى فني ماهر journeyman، تبقى مشرف، أو تفتح شركتك في التركيب والصيانة. المجال الثالث: الفوترة والترميز الطبي Medical Billing and Coding. ليه تختاره؟ شغل مكتبي مناسب للريموت، مطلوب في المستشفيات والعيادات وشركات التأمين، ومناسب لو عايز توازن بين شغل وحياة. مدة الدراسة من 3 شهور لحد سنة لبرنامج شهادة أو دبلوم، وفي برامج سريعة ممكن تجهزك في 4 ل 6 شهور. التكلفة التقريبية من $500 لحد $3000 لو خدته عبر كوميونيتي كوليدج أو دورة أونلاين. العائد المتوقع: المبتدئين بياخدوا $15 لحد $25 في الساعة، يعني سنويا تقريبا $30,000 لحد $52,000. مع الخبرة أو لو تخصصت الدخل ممكن يزيد، خصوصا لو اشتغلت من البيت كريموت سبيشالست. فرص التقدم: تبقى مشرف بيلينج أناليست، أو تتخصص في كودينج عالي القيمة وتشتغل مع شركات تأمين أو مستشفيات بأجر أعلى. شوية نصايح عملية عشان تبدأ بسهولة وبأقل تكلفة. دور على كوميونيتي كوليدج وبرامج ورك فورس المدعومة من الولاية، كتير منها بيقدم منح أو دعم للمتدربين. اسأل عن Employer Sponsored Training. مستشفيات وشركات HVAC وعيادات كتير بتمول التدريب لو هتشتغل معاهم بعد التخرج. قارن أونلاين versus in person. Medical Billing مناسبة جدا أونلاين، أما HVAC عملي فلازم ورشة. استخدم Career Centers المحلية علشان يساعدوك في السيرة والتقديم والمقابلات. إزاي تختار المجال الصح ليك؟ لو بتحب الشغل العملي والتعامل مع الناس، CNA اللي هو التمريض بداية سهلة وسريعة. لو بتحب الشغل الفني والتقني وعايز دخل أعلى على المدى المتوسط، HVAC اللي هو التكييف يعتبر اختيار ممتاز. لو عايز شغل مكتبي وتشتغل من البيت، خصوصا لو محتاج توازن بين شغل وحياة، Medical Billing and Coding مناسب. وفي النهاية شكرا لكل الناس اللي وصلت لحد هنا، أنتوا في القلب والله. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة عشان نقدر نطور المحتوى ونجيب لكم مواضيع تفيدكم أكتر. وعايزين نعرف من فين بتتفرج علينا، ولو أنت في أمريكا في أنهي ولاية، وكمان إيه الحلقات اللي تحبنا نعملها وتفيدك في حياتك. اكتبوا لنا في الكومنتات وإحنا هنرد ونحضرها. ملاحظة مهمة: المعلومات هنا عامة وتقديرية. الرواتب، تكاليف البرامج، ومتطلبات الترخيص بتختلف من ولاية للتانية ومن معهد لمعهد. قبل ما تسجل في أي برنامج اسأل السكول، راجع مواقع الولايات الرسمية، واستشير مركز مهنة محلي أو مستشار تعليمي لو احتجت مساعدة.